للمغرب أحداث كتير، أحداث ومواضيع متنوعة. لو تعمقنا في المواضيع دي ممكن نوصل لزمن بعيد جدا عشان نتكلم فيها سياسيا وعسكريا ورياضيا وثقافيا وتراثيا وحاجات كتير جدا بتمتلك مملكة المغرب الشريفة، حاجات ومواضيع فعلا من أكبر الدول اللي عندها مواضيع شيقة، ليها تراث قوي جدا يا جماعه. النهارده عندنا حدث مهم جدا، طبعا زي ما قلت لحضراتكم بنتكلم فيها رياضيا وعسكريا وثقافيا وسياسيا، ولكن حدث النهارده مختلف تماما عن احداث المغرب اللي بتمر بيها دوله المغرب. النهارده هنسمعها مع بعض، ولكن قبل ما نبتدي اتمنى من حضراتكم انكم تدعمونا باللايك والمشاركه للفيديوهات اللي بنعملها، وكمان اتمنى ان انت تخش تتفرج على القناه وتشوف المحتوى اللي بنقدمه. يلا بينا نسمع تفاصيل فيديو النهارده مع بعضينا. ما تشوفوا الضلال ده حاكمين بيبيريتشو ولا مش عارف. فنادق في المغرب في كازابلانكا فنادق رائعه، مطار مقبول، شبكه طرقات مقبوله، كل الظروف في صالح المتخطئ. والناس ما توصلش الحقيقه، تغطي السمش بالغربان. انا نقول لك عندنا ازمه رجال في الجزائر، ما عندناش الراجل المناسب في المكان المناسب. طبعا طريقة أعجب بها كثيرا الناخب الوطني مجيد بوقرة، خاصة وأنها مستنسخة من طريقة الرش الاحترافية في الديرنيير ليغ الجزائري المنحاز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. الإعلام الجزائري مشى لإفريقيا باش يغطي المباراة ديال المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا للمحليين، وكنعرفوا المباراة يلعبوها على ملعب مانديلا في أوغندا. المباراة الأولى لعبوا مع أوغندا، والمباراة الثانية غادي يلعبوا غدا مع جنوب إفريقيا. لكن الغريب في الأمر هنا منبر إعلامي حاضر هناك في أوغندا. شوفوا شنو كتبوا هنايا. قال لك سيدي، رغم انطلاق بطولة الشان منذ عدة أيام، إلا أن الشركة المغربية المعنية بتغطية مضمار ملعب مانديلا الوطني بكامبالا لا تزال تتماطل في إنهاء الأشغال. الحمد لله على الأقل أنكم خرجتوا قلتوا أودي شركة مغربية. وهنا كتعترفوا بأن هذه الملاعب ديال أوغندا ديال الشان راه تقريبا أيضا شركات مغربية، وكذلك مهندسين وخبراء مغاربة هما اللي راهم قايمين بالواجب في هذه الملاعب ديال البطولة ديال الشان، من بعد ما نجحوا في البطولة ديال كأس إفريقيا بالكوت ديفوار الأخيرة، اللي كانت تقريبا 98% من الشركات والعمال والمهندسين ديال الغازو وكذلك اللوحات الإشارية التنظيم وكل شيء كانوا مغاربة. والحمد لله حنا كنشوفوا في المغرب ايضا نفس المشكل بسواعد مغربيه كتبنى المنشات الرياضيه، ماشي بحالكم كتجيبوا الصين كيبنيو ملعب كيبلعوه ملي كيمشيو. ما عندكم ازمه رجال، ما كاينش اللي يديروا الصيانه لهذه الملاعب، وفي الاخير هذا ما وقع. الملاعب ديالكم كلها مغلقه بسبب العشب، وكذلك ايضا المرافق الداخليه، وكذلك ايضا حتى المساحات اللي خارج الملعب والملاعب ديال التدريب كلها كارثيه. اليوم كما كتشاهدوا معنا الاخواني، فهذا اعتراف من الاعلام ديالهم اللي حاضر في اوغندا. قال لك اودي باللي الشركه المغربيه المعنيه بتغطيه مضمار ملعب مانديلا الوطني بكامبالا لا تزال تتماطل. ما تشوفوا الضلال ده حاكمين بيبيريتشو ولا مش عارف. فنادق في المغرب في كازابلانكا فنادق رائعه، مطار مقبول، شبكه طرقات مقبوله، كل الظروف في صالح المتخطئ. والناس ما توصلش الحقيقه، تغطي السمش بالغربان. انا نقول لك عندنا ازمه رجال في الجزائر، ما عندناش الراجل المناسب في المكان المناسب. طبعا طريقة أعجب بها كثيرا الناخب الوطني مجيد بوقرة، خاصة وأنها مستنسخة من طريقة الرش الاحترافية في الديرنيير ليغ الجزائري المنحاز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. الإعلام الجزائري مشى لإفريقيا باش يغطي المباراة ديال المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا للمحليين، وكنعرفوا المباراة يلعبوها على ملعب مانديلا في أوغندا. المباراة الأولى لعبوا مع أوغندا، والمباراة الثانية غادي يلعبوا غدا مع جنوب إفريقيا. لكن الغريب في الأمر هنا منبر إعلامي حاضر هناك في أوغندا. شوفوا شنو كتبوا هنايا. قال لك سيدي، رغم انطلاق بطولة الشان منذ عدة أيام، إلا أن الشركة المغربية المعنية بتغطية مضمار ملعب مانديلا الوطني بكامبالا لا تزال تتماطل في إنهاء الأشغال. الحمد
الحمد لله على الاقل انكم خرجتوا قلتوا اودي شركه مغربيه. وهنا كتعترفوا بان هذه الملاعب ديال اوغندا ديال الشان راه تقريبا ايضا شركات مغربيه، وكذلك مهندسين وخبراء مغاربه هما اللي راهم قايمين بالواجب في هذه الملاعب ديال البطوله ديال الشان، من بعد ما نجحوا في البطوله ديال كاس افريقيا بالكوت ديفوار الاخيره اللي كانت تقريبا 98% من الشركات والعمال والمهندسين ديال الغازو وكذلك اللوحات الاشاريه التنظيم وكل شيء كانوا مغاربه. والحمد لله حنا كنشوفوا في المغرب ايضا نفس المشكل بسواعد مغربيه كتبنى المنشات الرياضيه، ماشي بحالكم كتجيبوا الصين كيبنيو ملعب كيبلعوه ملي كيمشيو ما عندكم ازمه رجال، ما كاينش اللي يديروا الصيانه لهذه الملاعب، وفي الاخير هذا ما وقع. الملاعب ديالكم كلها مغلقه بسبب العشب وكذلك ايضا المرافق الداخليه وكذلك ايضا حتى المساحات اللي خارج الملعب والملاعب ديال التدريب كلها كارثيه. اليوم كما كتشاهدوا معنا الاخواني فهذا اعتراف من الاعلام ديالهم اللي حاضر في اوغندا، قال لك اودي باللي الشركه المغربيه المعنيه بتغطيه مضمار ملعب مانديلا الوطني بكامبالا لا تزال تتماطل. ما تشوفوا الضلال ده حاكمين فنادق في المغرب في كازابلانكا فنادق رائعة، مطار مقبول، شبكة طرقات مقبولة، كل الظروف في صالح المنتخب. والناس ما توصلش الحقيقه، تغطي السمش بالغربان. انا نقول لك عندنا ازمه رجال في الجزائر، ما عندناش الراجل المناسب في المكان المناسب. طبعا طريقة أعجب بها كثيرا الناخب الوطني مجيد بوقرة، خاصة وأنها مستنسخة من طريقة الرش الاحترافية في الدرنير ليغ الجزائري المنحاز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. الإعلام الجزائري مشى لإفريقيا باش يغطي المباراة ديال المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا للمحليين، وكنعرفوا المباراة يلعبوها على ملعب مانديلا في أوغندا. المباراة الأولى لعبوا مع أوغندا والمباراة الثانية غادي يلعبوا غدا مع جنوب إفريقيا. لكن الغريب في الأمر هنا منبر إعلامي حاضر هناك في أوغندا. شوفوا شنو كتبوا هنايا. قال لك سيدي رغم انطلاق بطولة الشان منذ عدة أيام إلا أن الشركة المغربية المعنية بتغطية مضمار ملعب مانديلا الوطني بكامبالا لا تزال تتماطل في إنهاء الأشغال. الحمد لله على الاقل انكم خرجتوا قلتوا اودي شركه مغربيه. وهنا كتعترفوا بان هذه الملاعب ديال اوغندا ديال الشان راه تقريبا ايضا شركات مغربيه، وكذلك مهندسين وخبراء مغاربه هما اللي راهم قايمين بالواجب في هذه الملاعب ديال البطوله ديال الشان، من بعد ما نجحوا في البطوله ديال كاس افريقيا بالكوت ديفوار الاخيره اللي كانت تقريبا 98% من الشركات والعمال والمهندسين ديال الغازو وكذلك اللوحات الاشاريه التنظيم وكل شيء كانوا مغاربه. والحمد لله حنا كنشوفوا في المغرب ايضا نفس المشكل بسواعد مغربيه كتبنى المنشات الرياضيه، ماشي بحالكم كتجيبوا الصين كيبنيو ملعب كيبلعوه ملي كيمشيو ما عندكم ازمه رجال، ما كاينش اللي يديروا الصيانه لهذه الملاعب، وفي الاخير هذا ما وقع. واشكركم جدا يا اجمل اخوات في الدنيا ان انتوا فضلتوا معايا من البدايه للنهايه، انكم اتفرجتوا على الفيديو من اوله لاخره، وبجد وجودكم معايا يعني تفضل كبير جدا من حضراتكم علينا، لان فعلا بنبحث دائما عن الموضوعات بكل جد وبكل نشاط علشان دايما نكون معاكم في المحتوى اللي بنقدمه لكم. بشكركم جدا على كلامكم الطيب الجميل اللي دايما بيدعمني ودايما بيساعدني. شكرا لتوجيهكم، شكرا لانتقادكم سواء ايجابي او سلبي، شكرا لكل واحد قال كلمه طيبه في حقي، بجد انا عاجز عن شكرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.